سيدة لما عرفت ان جوزها كسب $1,000,000 في اليانصيب قامت باستئجار قاتل محترف علشان يقتل زوجها، وبعد ما قتله الزوجة أخذت الأموال وقررت الهروب، لكنها تفاجأت بوجود زوجها على قيد الحياة. قصة من أغرب القصص اللي هتحصل فيها حكات استحالة تيجي على بالك، وأتحداك تتوقع نهاية القصة بسبب الأحداث المجنونة والكابوسية اللي هتحصل فيها. عامة معاكم عمكم السيد اللي هو أنا يعني، وعايزك كده تصلي على النبي وما تنساش اللايك واستمتع معانا بأحداث القصة. بتاريخ 5 مارس 2022 الزوج اشترى ورقة اليانصيب ورجع على البيت. تقدر تقولي كنت فين كل ده؟ عايزة مني ايه؟ كنت بشتري ورقة اليانصيب. هو انت معاك حاجة تعملها غير انك تجري ورا الوهم ده؟ بقالك 12 سنة بتشتري ورق الزفت ده وعمرك ما كسبت ولا هتكسب، ده غير انك سايب حمل البيت كله عليا. حتى بنتك عمرك ما فكرت تسأل عنها ولا تطمن على مستقبلها. يوه انا هسيب لك البيت وامشي علشان كلامك بقى زي السم. الام بدأت تشتغل في البيت وكانت في حالة عصبية سيئة جدا، وفتحت الراديو وهي شغالة لحد ما دخلت بنتها، وبنتها شافت ورقة اليانصيب. ورقة اليانصيب تاني؟ هو بابا مش هيبطل عادته دي؟ وانت يا ماما معليه ليه صوت الراديو؟ بقولك ايه، اطلعي من دماغي انت كمان. مش كفاية ابوكي مضيع كل فلوسه على اليانصيب والسهر بره مع اصحابه على القهاوي؟ البنت دخلت اوضتها وامها فضلت تكمل في شغل البيت، بس فجأة سمعت المذيعة في الراديو بتعلن عن الفائزين في مسابقة اليانصيب. أعزائي المستمعين، يسرنا أن نعلن عن الأرقام الفائزة في مسابقة اليانصيب لهذا الشهر. الأرقام الفائزة هي 6 و18 و130 و55. ألف مبروك للفائزين. الزوجة ما كانتش مستوعبة ان جوزها كسب $1,000,000. معقولة الكلام ده بجد؟ جوزي بقى مليونير؟ مش مصدقة. بس جوزي لو أخد الفلوس هيصرفها في الحاجات الهايفة، هو كمان هيتجوز عليا، وده استحالة يحصل، استحالة يحصل. الزوجة فضلت تفكر في طريقة لحد ما افتكرت رقم مايكل، ومايكل يا جماعة يعني ما شاء الله عليه معروف بالإجرام والطمع. وفعلا الزوجة اتصلت بمايكل. مايكل اسمعني كويس، عملية هتكسب من وراها $100,000. أيوة، هو بيكون راجع من طريق المزرعة بالليل. تمام، خلينا على اتصال. وفعلا الزوج كان راجع من طريق المزرعة، ومايكل ظهر من وراه وقتله ودفن جثته في المزرعة. على الجانب الثاني الزوجة كانت فرحانة جدا ومنتظرة مايكل يتصل بيها ويطمنها ويقول لها كله تمام، وفجأة بنتها طلعت من اوضتها. والاحداث اللي جاية احداث محتاجة تركيز شديد علشان تفهم ازاي هتحصل مفاجآت. مالك يا ماما كده؟ شايفاكي مبسوطة وفرحانة، انت كسبت اليانصيب؟ انت عرفتي ازاي؟ هو انت صدقتي الكلام اللي اتقال في الراديو؟ يا ماما انا شغلت البلوتوث وربطته بالراديو وقلدت صوت المذيعة. يعني انت اللي كنت بتتكلمي في الراديو؟ ايوه طبعا، انا عملت كده علشان لقيتك متضايقة وزعلانة فقلت اهزر معاكي. الام ما كانتش مستوعبة اللي بتسمعه، كده مفيش جايزة، وبنتها هي اللي كانت بتقلد صوت المذيعة. الزوجة بسرعة جريت على التليفون واتصلت بمايكل، اتصلت بيه علشان تلحقه قبل ما يقتل جوزها. الو، انا خلاص قتلته ودفنته، كله تمام. لا ارجوك، العملية اتلغت، مفيش فلوس، انا كنت بهزر. هو لعب عيال ولا ايه؟ ده قتل يا هانم، انا ليا عندك $100,000. 5 دقايق وهكون عندك في البيت، اما اخد الفلوس واما اخلص عليكي. الزوجة بسرعة جريت علشان تلم هدومها، وكانت ناوية تسافر اي مكان علشان تستخبى فيه، لان مايكل عايز فلوسه، وهي متورطة في جريمة قتل زوجها. بس وهي بتجهز في شنطتها كان مايكل خلاص وصل، ومايكل بيحكي ويقول: دخلت البيت وفضلت ادور عليها بس ما كانتش موجودة، لكن هتروح مني فين؟ دورت عليها في المطبخ والصالة وكل الغرف لحد ما شفت شنطتها. شكلها كانت ناوية تهرب، يعني هي تورطني في جريمة قتل وكمان عايزة تهرب من غير ما تدفع الفلوس. يا سلام. عامة جت في بالي فكرة، رنيت على رقمها وفعلا سمعت صوت تليفونها. الصوت كان جاي من الدولاب، جبانة قوي. قربت من الدولاب ولما فتحته لقيت تليفونها بس هي مش موجودة.
اللحظة اللي كان مايكل واقف فيها قدام الدولاب كانت الزوجة بتمشي وهي ماسكة سكين، كانت بتمشي بحذر وخوف لحد ما شافت مايكل اخدت شنطتي وجريت بسرعة، كان لازم اهرب في اسرع وقت. ركبت العربية وقبل ما ادوس بنزين شفت اغرب منظر ممكن اشوفه في حياتي. شفت جوزي وعلشان نفهم ازاي جوزها لسه عايش يبقى لازم نركز ونرجع بالاحداث لحد ما الزوجة اتصلت بمايكل علشان تتفق معاه انه يقتل جوزها. فاكرين انتوا المشهد لما هي اتصلت بمايكل وطلبت منه يقتل جوزها؟ احنا هنرجع للمشهد ده. في الحقيقة مايكل ما قتلش جوزها. انتوا فاكرين ان الزوج لما كان راجع من طريق المزرعة وكان مايكل في انتظاره علشان يقتله، اللي حصل غير كده خالص. ايه ده؟ انت مين؟ وعايز مني ايه؟ مبروك، انت كسبت لي نصيب $1,000,000. مراتك طلبت مني اقتلك مقابل $100,000، بس انا هعمل معاك اتفاق، همثل اني قتلتك مقابل $200,000. ها ايه رأيك؟ خلاص موافق موافق. وطبعا يا جماعة الزوج حط خطة احترافية، خطة ينتقم فيها من مراته ومن مايكل. الزوج وهو ماشي مع مايكل اتصل ببنته وقال لها: سارة اسمعيني يا بنت كويس، انا كسبت لي نصيب وامك اجرت واحد علشان يقتلني. امك طماعة يا سارة، المفروض انا ميت دلوقتي، عايزك تقابلي امك دلوقتي وتقولي لها ان بابا ما كسبش لي نصيب. قولي لها اي حاجة اي حاجة، بصي قولي لها انك انت شغلت البلوتوز وقلدت صوت المذيعة. المهم يا سارة ان امك لازم تعرف ان ما كسبتش لي نصيب. وطبعا يا جماعة البنت أدت الخطة باحتراف لما راحت لأمها وقالت لها إني أنا اللي كنت بقلد صوت المذيعة. وبكده الزوج قدر إنه يرسم خطة احترافية وقدر إنه يقتل مايكل بإيد مراته. لكن باقي خطوة أخيرة، الخطوة دي إن الزوج يقتل مراته، لازم يتخلص منها، ده يعني إنسانة خاينة. وهو ده اللي حصل في آخر القصة. والزوج أخذ بنته وهربوا من المدينة، وطبعا كان معاهم $1,000,000. وطبعا يا جماعة احنا كده خلصنا القصة. اتمنى تكون الأحداث عجبتكم وإن احنا نكون عرضناها بشكل كويس. ما تنسوش اللايك والكومنت بيشجعونا يعني إن احنا نستمر ونقدم قصص بالشكل ده. ولو أول مرة تشوفني اشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.